الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في كتابه الكريم لخير البشر صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه وهو يذكر رواية عن الإمام سالم مولى عبد الله بن عمر قال: اليقين الموت. ولذلك يقول إمام المفسرين الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، فيصلي حسب حاله كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري. أيضا قال الإمام ابن كثير: ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. فنجد في هذا الزمن الآن بعضهم يقول أن هناك من البشر يبلغ مرتبة اليقين، حيث أنه تسقط عنه التكاليف ويصبح في السرداب ويصبح معفي عن العبادات. قالوا متى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. قال الإمام ابن كثير: وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوق الله، وأعرفهم بصفات الله وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأقربهم إلى الله وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. ولذلك قال الله لخير البشر صلى الله عليه وسلم: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعبد الله ويقوم حتى تتفطر قدماه. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة للصحابة، شهد لأبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لم يتكل على العمل، بل قال أبو بكر: يا ليتني كنت طائرا لا أعذب مثل هذه الطيور التي يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. ولذلك قال الإمام ابن كثير: ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية. الحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم يا رعاكم الله، إن بعض الناس يتعبدون فقط في شهر رمضان، يحافظون على الصلوات في المساجد، يكثرون من البذل والإحسان وتلاوة القرآن، فإذا انتهى شهر رمضان تكاسلوا وناموا وخلدوا إلى الراحة وبخلوا بما كانوا يبذلون من الصدقات، بل ربما تركوا الجمعة والجماعات، فهؤلاء قد أخبر الله عنهم أن كالتي نخضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هدموا ما بنوا، نقضوا ما أبرموه، وكأنهم يظنون أن اجتهادهم في رمضان يكفر عنهم ما يجري منهم من سائر العام. هذا فهم سقيم. يا رعاكم الله، إن الواجبات وفعل المحرمات، نعم، لا يجوز للإنسان أن يترك الواجبات أو أن يفعل المحرمات ويقول: أنا خلاص قمت رمضان، صمت رمضان، غفر لي. لا، لم يعلم هؤلاء أن تكفير رمضان وغيره للسيئات مقيد وشرط أساسي، كما أن الناس الآن في أمور الدنيا الذي يريد أن يدخل الجامعة، هل يأتي إنسان ويقول: ما لكم دخل، أنا سأدخل الجامعة؟ مستحيل أن يقول سأدخل الجامعة أو أصبح مهندس أو أصبح دكتور بدون أن أدرس. لا، وهؤلاء مساكين لم يقرأوا قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. هذا شرط. إذا أردت أن يكفر عنك سيئاتك، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وأي كبيرة بعد الشرك أعظم من إضاعة الصلاة وترك الصلاة؟ وللأسف أصبح بعضهم عنده عادة أنه ما يصلي. لذلك احذروا يا إخوة. سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في شهر رمضان ويجدون ويعبدون الله في شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان ضيعوا وأساءوا وتكاسلوا وناموا. قال رحمة الله عليه: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولذلك احذر يا عبد الله
فإن من عرف الله خافه في كل زمان ومكان. عباد الله، المؤمن الصادق يفرح بانتهاء شهر رمضان لأنه استكمل فيه العبادة. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا هو الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، عندما يأتي إلى العيد يفرح أن الله سهل له شهر رمضان، صام شهر رمضان، قام دار رمضان، يفرح أن الله هيأ له أسباب العبادة. والفرحة الثانية عند لقاء ربه في أول ليلة في القبر، لا أم هناك ولا أخ قريب ولا أخت تؤنسني في ظلمة القبر، وحيدا فريدا، لا مال لا جاه لا منصب. هنا ينقذك رحمة الله تعالى ثم عمله. ولذلك قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا. نعم، الحياة تحتاج منك صبر. الآن الذين في مقابر المسلمين يندموا على أنهم ضيعوا دقيقة من أعمالهم، ما صبروا حتى يلاقوا الجزاء العظيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا كما يعتقده البعض أن الآن إذا حضر العيد أنها خلاص تسقط عليه صلاة الظهر فينام، مع كثرة الزيارات في العيد وكثرة التنقل في العيد وكثرة المعايدة تجده يأتي قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة الجمعة ينام. لا صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه هي الجائزة الكبرى. ليست الجائزة الكبرى قصر أو فلة أو سيارة أو جائزة 1,000,000 ريال سعودي أو مليار ما يسمى بالدولار. لا، جائزة عظيمة عقبى الدار، الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ما في عين رأت الجنة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تقل أن الجنة مثل سويسرا، لا تقل أن الجنة مثل أمريكا، لا تقل أن الجنة مثل المنتزهات والنخل. لم يخطر على قلب بشر. ولذلك يا رعاكم الله ينقضي شهر رمضان. انقضاؤه لا يعني الراحة والدعة ولا يعني الرضا عما قدمنا، بل انقضاء شهر رمضان يتطلب منا الاستغفار حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤدون الطاعات ويخافون أن لا يتقبل منهم، يؤدون العبادات
ويخافون أن الله لا يتقبلها منهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، نحمده سبحانه ونشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث أرسل إلينا هذا الرسول النبي الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه هذا القرآن المعجزة العظيمة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، هنيئا لكم يا رعاكم الله أنكم أديتم صلاة العيد واحتسبتم الأجر أيضا في حضور صلاة الجمعة، تقربا إلى الله، طاعة إلى الله. لم تزهدوا في الأجر، لم تزهدوا في الخير، بل شمرتم عن ساعد الجد. ولذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أمور الحج قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. انظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه إذا فرغ من الصلاة يقول يستغفر الله 3 مرات وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك ذكر الله أيضا عن عباده المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون الله وهم قد قضوا عبادة عظيمة. نعم، ولذلك يا رعاكم الله حري بالمسلم أن يستغل هذه الأيام حتى وإن انتهى رمضان. احرص يا عبد الله على صوم هذه الأيام الست وغيرها من الأيام التي فيها خير لك. نعم، ويحرص المسلم على أن يستغل ما تبقى من عمره، فإن الذين في القبور يا رعاكم الله يحكي الله لنا عنهم: قال رب ارجعون. الآن في قبره ماذا يطلب؟ يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل. انظر ماذا طلبه: لعلي أعمل صالحا. انظر إلى أي طلب يطلب، يريد أن يرجع دقيقة. الآن الذين في مقبرة أنداخة أو مقبرة يعقوب أو مقابر المسلمين يريد أن يرجع ثانية: لعلي أعمل صالحا. انتبهوا يا رعاكم الله، ما قال لعلي أبني القصور، ارجعوني لعلي أتحصل على الأموال، ارجعوني لعلي أتكفل بالأولاد والأسرة. لا، ارجعوني من قبري لعلي أشتري الأرض وأبني العمائر وأبني القصور. لا، لم يطلب أن يرجع إلا حتى يدرك ولو ثانية. ولذلك يا رعاكم الله احرصوا بارك الله فيكم على الجد والاجتهاد في هذه الأيام، فالمؤمن لا يعرف متى يأتي أجله. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شباب صغار يا إخوة يأتيه الموت بغتة فجأة، يقول فلان 15 سنة مات، فلان
20 سنة مات. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت لا يعرف صغير، الموت لا يعرف بنت، الموت لا يعرف كبير، لا يعرف أنثى، لا يعرف ذكر، لا يعرف كهل، لا يعرف طفل. نعم، ولذلك يرعاكم الله نحرص أيضا على صلة الأرحام، ونحرص على صفاء القلوب من الغل والحقد والحسد. نعم، ونحرص على زيارة الجيران والمرضى، ومن كان مقصرا فهذه فرصة لك أنك ترفع رأسك. لا تقل يا عبد الله أنا لن أوطي رأسي، أنا لن أحقر نفسي أو أذل، كما يقول الآن كثير للأسف، كثير هنا في اليمن يقول أنا لن أذل نفسي. لا، أنت شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم. هل تريد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد التاج المرصع الذي أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم، الجائزة الكبرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهم. أنت خير، ما عليك في البشر لما يرضوا عنك. لا تبحث عن رضا البشر، ابحث عن رضا رب البشر. ولذلك هنيئا لكم يا من ختمتم أعمالكم وحرصتم على حضور هذه الصلاة، صلاة الجمعة، حتى تربوا أنفسكم وتزكوا أنفسكم وتطهروا أنفسكم وتسعوا إلى الخير وتسعوا إلى كل فضيلة. نعم، فإن المسلم يحتاج إلى حسنة واحدة تضيء له قبره، إلى حسنة واحدة تشع له قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم، انتبه، إذا مت أنت الآن يا من في مسجد الكوثر، إذا مت أنت الآن يا من في المكلا وحضرموت وفي اليمن وفي جميع أصقاع العالم على الإسلام والسنة، انقطع عملك. هذا كلام الصادق المصدوق. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. انظروا إلى السلك الآن هذا، لو أني قطعته خلاص ليس هناك فائدة للجهاد، قطعنا السلك انتهى الجهاد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث جوائز تحرص على أنك تحققها. علم ينتفع به. لا تقول يا عبد الله أنا ما درست في الجامعة، أنا ما درست البكالوريوس، ما درست الماجستير، ما درست الدكتوراه. لا، حتى وإن كان عندك علم قليل تتواصى مع جيرانك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجل واحد، لو أنك تهدي جار واحد تقول له يا عبد الله تعال معي إلى الصلاة، والله لن ينفعك النوم، والله إنك تدمر نفسك، والله يا جاري إني أحبك، لو أني رأيت النار تشتعل في بيتك هل يجوز لي أن أترك النار؟ لا. أنا رأيت يا إخوة في رمضان أناس يفطرون هنا في المكلا، يفطرون فطر قبل صلاة الظهر والعياذ بالله. مسكتهم قلت لهم اتقوا الله، أنتم الآن ترتكبون مصيبة تدمروا بلادنا. هل يرضيكم أني أرى سيارتكم تحترق وأتركها ما آتي وأطفئها وأجعل الماء عليها؟ قالوا لا جزاك الله خير أنك أنت تساعدنا على أنك تطفئ النار في سيارتنا. قلت لكم أنتم الآن لا بد أن تطفئوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تقل يا عبد الله أنا ما عندي علم. لا بد أن تكون داعية، أنت جندي، أنت كما قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
ألبسك الله التاج، أعلى رتبة، لست رئيس وزراء، ولست الفندم الفلاني، ولست الملازم الفلاني، ولا العقيد، ولا رئيس الأركان، أنت أفضل من هؤلاء كلهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالكلمة الطيبة واللين والمحبة والإخاء. نتعاون مع الجيران، نتكاتف. اللهم تقبل يا رب العالمين صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل زكاتنا وسائر أعمالنا الصالحة، اجعلها خالصة لوجهك يا رحمن. اللهم يا الله إننا ودعنا شهر رمضان، فاجعل شهر رمضان شاهدا لنا يا الله، لا تجعله شاهدا علينا. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم زك نفوسنا تقواها، أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن يا الله، احقن دماء إخواننا في السودان يا رحمن، إنهم تمر عليهم هذه الأيام ونحن في عيد وهم يتقاتلون. اللهم أصلح ذات بينهم، اهدهم سبل السلام. اللهم يا الله احقن دماءهم. اللهم يا الله إن الفتنة انتشرت بينهم، احقن دماءهم واحقن دماءنا في اليمن يا رب العالمين. اللهم يا الله اجعل بلادنا في خير، اللهم اجعل بلادنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم أمتنا يا الله على التوحيد والسنة. اللهم يا الله انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم.